يمشي بحاله، الصهيوني يمشي بحاله، من غير ما خرجوا قالوا، الصهيوني يمشي بحاله، الصهيوني يمشي بحاله، والمغرب أرضي حرة، والصهيون يطلع برا، والمغرب أرضي حرة، الصهيون يطلع برا. والمغرب الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بصفتي مواطنة مغربية وبصفتي طالبة مغربية من مدينة بني ملال، جينا اليوم كنددوا بالأوضاع اللي كيعيشها قطاع غزة خاصة واللي كتعيشها فلسطين عامة. فنحن نندد بهذه الأوضاع ورافضين رفضا تام للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، فهو راه كيقتل الأطفال، كيغصب النساء، هناك شهداء، راه نساء حوامل تحت القصف. فلهذا نحن كنددوا جميع الأمة المغربية، جميع النساء، جميع أي واحد عنده ذرة إنسانية أنه يخرج ويناضل مع الإخوان ديالو فلسطين، يخرج ويقول كلمة حق. فراه كلمة حق راها شهادة عنده أمام الله تعالى. فلهذا كاملين نخرجوا ونددوا بهذه الأوضاع اللي كتعيشها غزة، نددوا بهذه الأوضاع اللي كيعيشوها إخوان ديالنا في فلسطين. فراه أي واحد فينا قال كلمة حق فراه ستسجل عليه يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يعني كيف ما كتشوفوا جينا في هذه الوقفه كشعب مغربي نندد ونطالب يعني بتجريم التطبيع واسقاط التطبيع لما ينتهك من حقوق اخواننا في فلسطين وفي قطاع غزه بالخصوص. يعني ما يمكنش اننا نشوفوا دوك المجازر يعني اللي كيترتكبوا في حق خوتنا ونبقاو ساكتين، وهذا هو اقل جهد اننا نقدروا نديروا هو نوصلوا الصوت ديالنا كشعب مغربي يعني للانظمه العربيه باش انهم يتحركوا ويديروا يعني شي كيف ما كنقولوا شي حركه يعني تجاه اخواتنا. ما يمكنش يبقاو تما يموتوا عزل اطفال يعني نساء عزل. واقول قولي هذا استغفر. جينا اليوم لنا لهذه الوقفه هذه اللي كنشاهدوا الان وكنتابعوها لنعبر عن رفضنا وعن غضبنا ضد ما يقع في فلسطين في غزه المحتله في الضفه الغربيه، امام صمت المنتظم الدولي وامام صمت الانظمه العربيه. الأطفال يقتلون، النساء يقتلن، الشعب الفلسطيني يقتل ليل نهار جهارا نهارا أمام مرأى ومسمع العالم بأسره، أمام العالم الذي يدعي الديمقراطية ويدعي حقوق الإنسان، بل أن الدول الغربية ساهمت وشاركت بشكل مباشر في هذه البذبحة التي تناقض جميع المواثيق الدولية. ولهذا فالشعب المغربي كما تشاهدون خرج قبل هذا وسيخرج دائما للتعبير عن استنكاره وتنديده الشديد على ما يقع في فلسطين. ونسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج على إخوتنا في فلسطين، ونحن معهم قلبا وقالبا ودائما وأبدا، نحن مع المقاومة ومع فلسطين إلى أن يتحرر المسجد الأقصى والقدس وفلسطين جميعا والأمة العربية والعالم إلى أن يتحرر من الاستكبار العالمي الغاشم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.